هو انا نفسي اعرف ايه علاقه اكل العيش بان انا اشغل 3 4 سماعات في المحل واصدع الناس اللي في الشارع والناس اللي معايا في العماره. ايه علاقتها؟ طب انت عايز تسمع، ما تسمع على قدك. ايه لازمته تعلي الصوت على الاخر؟ اصل احنا في عيد كل سنه وانت طيب. ايه علاقه العيد وكل سنه وانت طيب بالسماعات؟ ايه علاقه العيد بكل سنه وانت طيب وانت تاذيني وما بقاش عارف ارتاح في البيت عشان حضرتك مشغل سماعات قد كده ليه؟ وبعدين ده تيجي تتكلم يقول لك يا اخي باكل عيشك. طب وانا ده جيت جنب اكل عيشك ما انت اذيني. تيجي تشتكي، انت بتاذي الناس ليه؟ ما تسيبه ياكل عيش. ما تاكل عيش يا عم، انا اعترضت انك تاكل عيش، ما رزق ربنا موجود، لكن هو السماعات اللي هتخليك تاكل عيش؟ مش عايز تراعيني وانا مشتكي ابقى انا اللي وحش؟ لا اله الا الله، انا مش عارف انتوا بتحكموا ازاي. ما تاكل عيش من غير ما تاذيني، من غير ما تاذي الشارع كله. في ناس عندها امتحانات، ناس تعبانه، ناس مش طايقه الصوت العالي 24 ساعه. ما تاكل عيش واسمع على قدك. مش لازم تسمعني وتسمع المنطقه كلها، ما تشغله عندك في الدكان على قد ما تسمعه. لكن هو اكل العيش بقى زيت الناس؟ ده اكل عيش؟ ولو اتكلمت يبقى انت انسان وحش وما تحبش الخير للناس؟ هو ده خير؟ يتوب علينا ربنا من التكاتك والموتوسيكلات وسماعات المحلات، ده احنا بقينا في زيطه.